بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض lesson number 1 في unit number 2. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم مع بعض على حاجة اسمها sound intensity. والsound intensity دي بيأثر عليها مجموعة من الفاكتورز، اولها distance، amplitude، area، medium density، والwind direction. احنا هنتكلم في الدرس ده او في في البارت ده من الدرس على مجموعة من الفاكتورز. خلينا نبدأ بأول فاكتور affect the intensity أو القوة أو الدقة، والفاكتور ده اسمه distance between ear and sound. طبعا بشكل منطقي جدا، انت لو بتسمع صوت والصوت ده السورس بتاعه بعيد عنك جدا، فالصوت بيقل أو دقة الصوت بتقل، لأن انت مبتبقاش سامع كويس. وبالتالي if you stand in front of your classmate، قدام صاحبك who produce a sound، اللي بيطلع صوت، ساعتها then you move away from him gradually. لو بعدت عنه، انت لو بعدت عنه هتلاقي ان الصوت عمال يقل. الانتنسيتي become fainter، الانتنسيتي هتبقى اقل gradually as you move farther away from sound source. انت بتكون بعيد عن الساوند سورس، وبالتالي في علاقة عكسية، في inversely relationship او inversely proportional relationship between ال distance and intensity. يبقى انا دلوقتي لو قريب من صاحبي ده هسمع جامد، لو بعدت عنه شوية هسمع اقل، لو بعدت خالص يمكن ما اسمعش. وبالتالي by increasing distance the sound intensity decrease. انت كل ما تبعد، كل ما الديستنس بتاعتك تكون بعيدة، ساعتها هتلاقي ان انك انت الدنستي او الانتنستي بدأت تقل، القوة او الدقة بتاعت الصوت بدأت تقل، وده بشكل منطقي جدا. فبنقول ان في هنا حاجة اسمها inverse relationship. الساوند انتنستي بيتعبر عنها ب I capital. على فكرة الساوند انتنستي دي بتبقى ايه؟ بتبقى I capital. طيب الساوند انتنستي هنا at point inversely proportional، يعني بتبقى علاقة عكسية مع السكوير ديستانس، مع الدي سكوير. ماشي، خلي بالك مش الدي بس، الدي سكوير between that point and sound source, and this is known as a inverse square law of sound. وبنعبر عن ده بحاجة اسمها inverse square law of sound. الانفرس سكوير لو اوف ساوند ده عبارة عن القانون اللي بيعبر عن كل ما تبعد كل ما الصوت يقل. ما هو by increasing the distance، كل ما تبعد المسافة تلاقي ان الايه، تلاقي ان الانتنسيتي بدأت تقل، ان قوة الصوت بدأت تقل. وبالتالي بنقول ان sound intensity at point inversely proportional to the square of distance between that point and sound source. نقول تاني inverse square law of sound. the intensity، القوة of sound at point is inversely proportional، علاقة عكسية مع سكوير، مع ضعف او اللي هو السكوير يعني بتاع الايه الديستانس between that point and source. ماشي. طيب وبنعبر عنه بالشكل ده sound intensity بيبقى 1 over ايه، 1 over السكوير of distance، واحد على الاي السكوير ديستانس. يعني لو انت بتحسب الاي الانتنسيتي هتلاقيها 1 اوفر الاي الدي سكوير. ماشي. طيب تعال نشوف الجراف ده. الجراف ده دايما انت لما بيجي يقول لك حاجه اسمها inverse relation، الانفرس ريليشن بتبقى بالشكل ده، بتبقى، انما الدايركت ريليشن بتبقى كده. لو تفتكروا الجراف اللي هو كان بين البيتش و الفريكونسي كان كده، صح؟ لان دي دايركت ريليشن. انما هنا بين الانتنستي والاريا او الانتنستي والديستانس علاقه انفرسلي. مفهوم يا شباب؟ يبقى انا بس كل اللي انا عاوزك تعرفه ان كل ما الديستانس تزيد الانتنستي تقل. مش تقل، تقل باللغه العربيه الفصحى. خلاص يا شباب؟ طيب ايه تاني؟ تاني حاجة بتأثر في الانتنستي او القوة
مش المسافة بس بقى. تاني حاجة بتأثر في القوة هي الامبليتيود. والامبليتيود او سوري الامبليتيود هنا ان الحاجة دي بتتهز وبتبعد قد ايه. انت شايف المسطرة دي؟ المسطرة دي تخيل كده انك انت عمال تهزها بالراحة خالص او بتحركها ايه لفوق ولتحت كده قليل، هيطلع صوت قليل. انما لو عمال تهزها لفوق ولتحت جامد، يعني عمال تعمل الفايبريشن لتحت ولفوق جامد كده، وبالتالي كل ما تعلى الامبليتيود كل ما الصوت يبقى اعلى، صح ولا لا؟ وبالتالي بيقول هنا amplitude of vibration of sound source، الايه الامبليتيود بتاع الايه الاوبجكت اللي عمال ايه يتهز. فبيقول لي هنا باختصار شديد الساوند انتنسيتي بيبقى دايركت ريليشن، برضو بيبقى في علاقه دايركت ريليشن مع الامبليتيود. كل ما الامبليتيود تزيد، بس دي دايركت ريليشن بقى مش انفرسلي، كل ما الامبليتيود تزيد كل ما الانتنسيتي تزيد. اقول تاني، او العكس، او ان الانتنسيتي بتزيد او الانتنسيتي انكريز باي انكريسنج ايه، كل الانتنسيتي هتزيد كل ما تزود الايه، كل ما تزود الامبليتيود. يبقى احنا دلوقتي خدنا حاجتين، خدنا حاجه الديستانس وقلنا ان هي inversely proportional مع الديستانس، علاقه عكسيه مع الديستانس، يعني 1 over d الانتنسيتي equal 1 over d، او الايه الامبليتيود بتبقى علاقه دايركتلي، ان كل ما الامبليتيود تزيد كل طبعا زي المسطره كده، كل ما المسطره تتهز اكتر كل ما تطلع صوت ايه اعلى. ماشي يا شباب؟ طيب خلي بالك ان هنا هي مع السكوير. يعني ايه؟ يعني ايه مع السكوير؟ يعني لو ده انت عارف ان مثلا لو اعتبرنا ان الاي خلاص ايكوال امبليتيود سكوير، خلي بالك ان كلمه دايركت ريليتد، يعني لو ده بقى انت عارف الدايركت في الطبيعي، نفترض مثلا ان انا عندي، بص نفترض ان انا عندي اكس بيساوي واي، فلو ده بقى 2 يبقى ده ايه 2، صح ولا لا؟ لو ده بقى 4 يبقى ده كام 4، ما هو اكس بيساوي واي او اكس ايكوال واي. طب تخيل اكس ايكوال واي سكوير، ساعتها بقى لو الاكس ايكوال واي سكوير كنت هتقول لي ايه؟ لو الاكس ايكوال واي سكوير او واي باور 2، ساعتها تقول لي لو ده ب 2 هيبقى ده بكام؟ هيبقى ده 2 سكوير، صح ولا لا؟ هيبقى ده 2، هتبقى 2 ايكوال 4، صح ولا لا؟ ما هو سكوير. يبقى انا هنا لما بيكلمني على الساوند انتنسي مع السكوير اوف امبليتيود، لو الانتنسي او لو الامبليتيود انكريز تو تايم، لو الامبليتيود ده بقى 2، طبعا مش تبقى 2 بقى، تبقى 2 اوفر 2، يبقى ده بكام؟ يبقى ده ب 4، يبقى الانتنسي ايه انكريز 4 تايمز. خد بالك ان هو هنا انكريز مع السكوير. عارف لو كان انكريز لو كان باي انكريسنج increasing amplitude the intensity increase كنا نقول ايه؟ لو الامبليتيود ب 2 فالانتنسيتي هتبقى ب 2. لا انا هنا بقول لك لو الامبليتيود ب 2 فاسمها 2 اوفر 2. يعني فاهم الفكره؟ هي مش هتبقى 2 بس، هتبقى 2 اوفر 2 اللي هي 4. يبقى انا لو الامبليتيود ده بالدبل، ما هو خد بالك ان الدبل ده فوقيه سكوير، احنا بنتعامل ان الانتنسيتي هي ريليتد مع السكوير اوف امبليتيود، مع الايه الباور 2 بتاع الايه الامبليتيود. فلو انا قلت لك في مساله ان امبليتيود ايكوال 2 فهي 2 اوفر 2 تو ذا باور 2 دايما، فتبقى الانتنسي 4. حتى هنا هو بيشرح لك الايه الحته دي، بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك this relation can be represented by the opposite graph when amplitude increase 2 times. خد بالك بقى ان هي مش 2 times، ده هتبقى 2 over 2، فالانتنسي هتبقى كام؟ ايه 4 times. طيب النقطه اللي بعد كده هي the area of vibrating surface. الاريا بتاعت الفايبريتنج سيرفيس كل ما الاريا تزيد، ماشي، يزيد الايه؟ يزيد الانتنسي. يعني هو بيقول لك هنا the sound intensity increase by increasing the vibrating surface. كل ما المكان اللي انا بحرك فيه الصوت يزيد كل ما الصوت القوه بتاعته ايه تزيد. ده اسمه resonating ايه او resonance body. معلومه لازم تكون حافظها، ان جايب حاجه هنا اسمها ريزونانس، ماشي، والريزونانس بوكس ده بيبقى يعني الصوت بيطلع فيه باتجاه محدد،
فكل ما ما السيرفيس اريا تزيد او كل ما الاريا تزيد كل ما الانتنسيتي تزيد. دي مجرد معلومه يعني بس يعرفها، يعني هي مش ان هو الساوند انتنسيتي انكريز باي انكريزنج فايبريتنج سيرفيس اريا. طيب الميديم دينستي، ميديم دينستي يعني الكثافه نفسها. هنا جايب لي برضو معلومه جديده، بيقول لي sound intensity decrease by decreasing density of medium، يعني قوة الصوت بتقل كل ما الميديم نفسه density اللي هي الكثافة نفسها تقل، يعني في الهواء غير الووتر غير السوليد. والsound intensity is directly proportional to the density of the medium in which sound travels. يبقى كل ما الدنسيتي تقل كل ما الانتنسيتي تقل، كل ما الدنسيتي تزيد كل ما ما الانتنسيتي تزيد. كل دي علاقات انا عاوزك تعرفها ان هي ايه العلاقه، دايركتلي بروبورشنال ولا انفرسلي بروبورشنال. طبعا الدايركشن اوف ويند دي حاجه سهله جدا مش محتاجين نتكلم عنها. لو انت بتتكلم والويند معاك في اتجاه الويند، يعني اتجاه الويند معاك، فالصوت هيمشي اسرع. لو انت بتكلم حد والويند في وشك الرياح في وشك فالصوت هيبقى اقل. يبقى sound intensity increase when direction of sound propagate in the same direction. انا بتكلم كده والصوت ماشي كده، يعني انا لو الصوت طالع كده في الاتجاه ده وفي نفس الوقت الدايركشن بتاع الويند في الاتجاه ده، فالصوت هيبقى سريع جدا، صح ولا لا؟ انما لو انا بتكلم في الاتجاه ده والهواء جاي في وشي، طب ما انا الصوت مش هيبقى عالي، صح ولا لا؟ بشكل منطقي يعني. طيب يبقى دلوقتي ال intensity of sound decrease when direction of sound propagates. propagation يعني is opposite direction، ماشي؟ يبقى decrease لو opposite، increase لو in the same. طيب ده الساوند انتنسيتي. احنا في الساوند انتنسيتي اتكلمنا عن ايه؟ في الساوند انتنسيتي اتكلمنا عن الديستانس، وقلنا ان الديستانس دي علاقه انفرسلي، عاوزك بقى تقعد تمسك كل حاجه وتحفظها. ان الديستانس انفرسلي بروبورشنال مع السكوير ديستانس، او الانتنسيتي انفرسلي بروبورشنال مع السكوير ديستانس. الانتنسيتي دايركتلي بروبورشنال مع السكوير امبليتيود. الانتنسيتي increase by increasing surface area، decrease by decreasing density. ولو انا مع الويند لو in the same direction of wind فالانتنسيتي هتزيد. ده اللي احنا شرحناه في الدرس ده، واتمنى ان انتوا تقعدوا تمسكوا كل نقطة وتذاكروها كويس. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل في بارت جديد باذن الله. باي باي.